حياكم الله. أبدأ مع السيد عزت. السيد عزت حياكم الله من بغداد. حياك الله. سيد عزت، اليوم كان لك تصريح للبغدادية نيوز تقول فيه ماذا ينتظر القائد العام للقوات المسلحة، يعني قصدك السيد نور المالكي، لكي يضع قادته الأمنيين في الحبس ويحاكمهم. فإذا كان هذا حقيقة موقفك، يعني بدءا خليني أسألك أنت شلون شفت المواقف حتى الآن؟ بيان سماحة السيد مقتدى الصدر شلون شفته بهذه الجرأة وهذه القوة؟ ولي أسألك سؤال أولا، هذا ايش قد طول برنامجك؟ العبرة ساعة. العبرة من السؤال. الوقت المخصص للبرنامج قد؟ ساعة تلفزيونية. العبرة من السؤال سيد عزت. العبرة من السؤال ايش قد صار لك تفلسف براس الإنسان مطمئنة 3 ساعة حتى أنت تعبر عن أجندة براسك، وكأنك قيم على السياسيين هنا لتحاكمهم. بدل هذا الأسلوب أو أترك الشاشة. احترم نفسك واحترم منه قاعد وياك. اكو سياسيين قعدوا أمامك عبرت عليهم، تحاكم بيهم وتوبخ بيهم قدام الشعب وكأنك قيم. أنت شغلتك مقدم برامج. السياسي كنائب أو وزير اختاره الشعب، شغلتك تكشف الحقيقة من خلال محاورته مو من خلال توبيخه. سيد احترم نفسك واحترم البغدادية وصاحب البغدادية. تحكي وياي بطريقة سليمة، تحكي وياي بطريقة سليمة احكي وياك، ما تحكي اترك الشاشة. مو ناقصك اني. سيد عزت، أول شيء البغدادية محترمة وما تحتاج شهادة من أحد، يكفي شهادة الشعب. عدل أسلوبك واعتذر. اعتذر. اعتذر عن شنو سيد عزت؟ قاعد تحكي لي بطريقة كوميدية عن رئيس الوزراء وعن الحاكم وعن القائد العام. احترم نفسك أخويا. احترم نفسك. والله أنا ما أريد أعلق حقيقة، لكن خلينا ندخل بالموضوع لأنه اللي يهم الشعب العراقي. الناس مكلومة اليوم سيد. لا والله يهمك نفسك. أنت اللي إذا تحكي أنت تسأل وأنت تجاوب وأنت تعلق، وإحنا قاعدين هنا عبالك منتظرين شو وقت توجه لنا سؤال من فوق. ما يصير. وظيفتك اعرفها شنو هي. طيب هذا اللي قدم المقدمة، اللي قدم التقرير أرقى منك 1000 مرة. طيب هذا رأيك، تقرير مهني محايد. رأيك محترم. مستعد تجاوب وياه، بس معك ما أقدر أتجاوب أنا. طيب ممكن تجاوب الآن على أسئلة؟ سيد عزت، احنا جايبك تقيم لو جايبك ترد على اسئله. انت مسؤول بس تسمح لي، انت مسؤول حتى تقيم. لو تجاوب على اسئله الناس انت مسؤول يا رجل، انت مسؤول امام العراقيين وامام الله اولا واخيرا. جاوب على الاسئله. ما اجاوبك اسمع مني، ما اجاوبك كمحقق. ما تحقق وياي، انت مذيع مقدم برامج. سيد عزت تحكي وياي بطريقه سيد عزت حضرتك تنسجم مع مهنتك. بس خل اسالك، حضرتك الان احنا وين قاعدين؟ اذا احنا باستوديو وحضرتك احنا ببيتك وجيناك لبيتك لان انت ما تقدر تطلع من المنطقه الخضراء. قاعة محكمه. لا بدي جاوبنا على الاسئله. الله يخليك جاوبنا على الاسئله. تريد تجاوب لو ما تريد تجاوب بالله عليك. تريد تجاوب لو لا. انا تحملت كثير. احنا نازلين نقول لك ناس قلبها مجروح. سيد عزت تجاوب على الاسئله ولا لا؟ تجاوب على الاسئله. انت اصلا تخاف تطلع من المنطقه الخضراء يا رجل. قلنا لك تعال الاستوديو رفضت. انت هسه جاي تقول لي تنظير وما تنظير وكوميديا. انت جاوبنا الان. تقدر تطلع من المنطقه الخضراء تجي الاستوديو؟ ما قدرت تجي يا سيد عزت. الله يخليك حدث العاقل بما يعقل. ما كيف ترى ما حدث اليوم؟ على غبائك وقله معلوماتك. انا مو ساكن بالمنطقه الخضراء. أنا مو ساكن بالمنطقة الخضراء ولا سكنت بالمنطقة الخضراء. خذ راحتك. أنا بالحارثية. خذ راحتك. أنت للأسف أنت نائب برلمان. للأسف سيد مثال آلوسي، تحية لك. هاي أخلاقك خليها لك. هاي للأسف أنت الآن تجلس على كرسي رئيس الحكومة. أنت الآن أيها السادة المشاهدون، السيد عزت الشابندر هو الذي حل محل السيد نور المالكي بمنصبه في نائب البرلمان. يطلع بهاي التصريحات سيد المالكي. هذا اللي يمثل السيد المالكي. شوفوا العراقي، شوفوا ايها العراقيين. هاي احنا المآسي منين جتنا؟ ما هاي الطبقة السياسية. ليش؟ لكن انا ما اتوقع هذا موقفك يعني ايش شكل تطلع. هذا الكبير مفاوضي حزب الدعوة،
كبير مفاوضي ائتلاف دولة القانون سيد المالكي يطلع بهالصيغة بهذه اللغة يتكلم السيد عزت الشامندر وهو اللي محلك ومقعدك في مجلس النواب سيد المالكي؟ هل هذا مقبول؟ هل هذه طريقة للحوار مع الناس؟ شو تريدنا اطلع لك مبتسم؟ سيد عزت الشامندر شو تريدنا ندق اصبعتين اليوم الناس اللي مكلومة بابنائها شو اقول لهم اني؟ نعم هذا دورنا كاعلام وطني حر وشريف، شنو اللي قلنا لك اياه؟ اما ما تقدر تطلع من بيتك وتجي للاستوديو، انت اصلا ما تقدر، خايف تقول اطلع، خايف، انت اعتذرت قلت انا خاف اطلع من البيت لانك تفجيرات ودزينا لك الكاميرا يمك. فارجوك يعني ما يعجبك تطلع وخلي يطلع الكرسي فارغ اذا ما منعنا من التصوير ايضا البيت. سيد مثال آلوسي شو تشوف وين رايحين احنا بظل هاي الاخلاق السياسيه اللي جاي نعيشها؟ تفضل حياك الله.